أسألك بالله يا سيدي عبد الملك الحوثي يا رئيس يا مشاء، أسألكم بالله خرجوا زوجي الإعلامي أحمد حجر بحق هذا الشهر الكريم، بحق هذه الأيام الفضيلة. خرجوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله بعد هذا الفيديو على مرت أحمد حجر إذا ما خرجته الدولة وخرج الإعلاميين كامل إن دولتنا فاشلة ولا ضمير ولا دين ولا ملة ولا احترام ولا تقدير للشعب هذا. أقسم بعزة الله ما عندكم احترام ولا تقدير إذا ما تخرجوهم. يعني خليكم حتى المرأة اللي منها تطلع تسقع لكم وانتم ما تستاهلوش انها تطلع تناشدكم، لأنه حاجة تافهة، حاجة يتكلموا على كلمة حق. يا تسكت والله ما نسكت لهم. كلمة الحق تقال، هذا الإنسان يتكلم كلمة حق وإحنا رؤوسنا لهم. يعني لحد اليوم لهم شهرين شمر حقدكم يا قضاء يا فسداء. أقسم بالله أن كل القضاء فسدوا أصل الفساد إلا من رحمه الله. شتوهم يعيدوا داخل السجن، شمر مضوا داخل السجن، هذا كله حقدكم وبلاكم والذي خلينا داخل الجول. يكفي ثرواتنا كلها ما نطعمش منا ولا حاجة، ما نستطالبش منكم ولا حاجة. على الأقل خلوا الشعب حاله يعيش. لا انتم متكفلين، ما انتم مش متكفلين بنا، ما لكم دخل مننا. هذا شيء، لا انتم مش متكفلين بنا، ما لكم دخل بنا. اخرجوهم. الاحترام ما زال لكم لحد الآن كدولة، بس انتم ما احترمكم الشعب. احنا نحترمكم، انتم ما تحترمونا ولا تقدرونا. احنا نحترمكم لكن انتم ما تحترموناش. يعني ما احترمكم امرأة طلعت تناشد تمام، اخرجوهم خليهم يرمضوا ويحترموا، حتى لو ما وش تقديرا لهم وتقديرا لنا. ما تقدروناش احنا الشعب اليمني كامل، تقديرا لأهلهم. يعلم الله من داخل بيتهم انه يحصل، يعلم الله ما يحصل من جوع من مجاعة وانتم لا تعلمون. يعني خلاص قصدكم تحبسوهم. عادكم مصطفى المري الاسبوع الجاي ما ادري قبل 30 يوم تقولوا له ممنوع يخزن لهم وتقدروا له بيسكم من جابكم الخاص. مش نخافش احنا الشعب يمني قسما بالله نقابعنا ارواحنا لله سبحانه وتعالى وما نخاف، ما نتكلم لكلمة الحق. احنا مع الله ان شاء الله. ان رب اقسم بالله كيف عاد الشيء تنتصروا على اليهود والنصارى؟ كيف تشتري حكومتنا تنتصروا على اليهود والنصارى وعملكم ما الزج من عملهم؟ كيف اخبرونا عملكم